جينا عبد الله. سنه كام يا دينا؟ في تانية سنة. تانية ثانوي؟ مدرسه البروز الصناعية. قولي لي، انت شكلك خايفه خالص يا دينا، قولي لي ايه رايك في فكره التعليم الفني عامه؟ لا احسن من التعليم الثانوي ولا شايفه ان انت كان لازم تخشي التعليم الثانوي؟ لا عادي، هو يعني الاتنين زي بعض، وفي الاخر هنتساوي برضو، الكليات زي بعضينا. لما جيت تبقى انت احسن تلاقي شغل اسرع، صح؟ اكيد تعلمي ايه هنا بقى؟ بنتعلم تريكو هنا وورش برضو ونظري ومدرسين كويسين برضو. تفهمي بسرعه الماده اللي انت بتدرسيها، الجانب العملي الجانب النظري، ولا شايفه ان الموضوع صعب؟ لا مش صعب خالص، اهم حاجه اللي احنا نركز في المواد اللي علينا وهنكون كويسين. ليه دينا في كده سمعه سيئه عن طالب التعليم الفني في المجتمع؟ يعني ساعات يقولوا ان طالب مش ملتزم، طالب مش يعني اللي هم طلعوا من العديه وما جابوش مجموع بيخشوا تعليم فني، انت موافقه على الكلام ده؟ لا بالعكس، اصلا ما هي في مدارس تانية بيقبلوا من 250 و260 والكلام، مش في الاخر برضو كلنا بنساوي في كليات واحده يعني. هتكملي في شغلتك اللي بتعلميها هنا؟ اكيد طبعا، هكمل اللي انا اكمل. اتعرف عليكي. هي احمد عبد الله، مدرسه بروز تانية ثانوي. تانية ثانوي. قولي لي التعليم ايه هنا؟ تريكو. تريكو، كله تريكو هنا. ايه رايك بقى في فكره التريكو دي، فكره صناعه المنسوجات عامه؟ جميله. جميله. يعني احسن ممكن البنات والولاد يشتغلوها ولا هي احلى للبنات؟ صبيان. بنات وصبيان مفيش مشكله عادي، كله على مكن اساسا. كله على المكن. والمكن دلوقتي اللي موجود النهارده شايف ان هو متطور ولا حاسه ان انت محتاجه حاجه اكتر؟ لا جميل متطور، حلو. المدرسين بتوعك بقى اخبارهم ايه معاك؟ جمال. ما حدش بيضايقك ولا حاجه؟ لا. قولي لي، هتكملي في المجال ده بعد كده ولا لا؟ طبعا هكمل. حبيتي الموضوع ولا واخده بس ان انا هكمل مدرسه واخلص على كده؟ حبيت طبعا. ايه رايك في فكره ان التعليم الفني في مصر النهارده الناس مش بتقبل عليه او بيقولوا ان هو تعليم مستوى ادنى؟ ما اعرفش بس يعني. انت شايفه ان هو مستوى التعليم هنا احسن من الثانوي ولا زيه؟ لا جميل، هو نفسه هو يعني طبعا مش ما فيش تغيير، بس احنا مفيش تغيير، طبعا. انتوا احسن. تمام، هو ده اللي انا عايزه. تعرف عليك. انجي يسري، تانية سادس في تانية ثانوي ومدرسة بروز بنات. تريكو برضو. تريكو. حلو تريكو ده، واضح ان في اقبال عليه. كويس، هو مش حاجة وحشة، وبعدين بنتعلم شغل كويس ويفيد بعد كده، والمكن متطور وصناعته كويسة قوي، ومش صعب كمان، شغل كويس ومريح. وكمان الاساتذه بتاعتنا مساعديننا على كده، لان هم بيساعدونا على كل حاجه، بيفهموها لنا واحده واحده، فبكده يعني الشغل كله بيطلع معانا كويس وبسرعه. شطوره شكلك حتى في المهن، طالما مركزه كده يبقى مش هتلاقي الموضوع عايز تركيز، بيتهيألي شغلانه دي عايز تركيز، عايز تركيز جامد. طبعا. صناعه المنسوجات عامه. عامة عشان خاطر اهم حاجه فيها التركيز، لان هو الشغل بيبقى باين من شكله، ده اهم حاجه. يا فن. طبعا. الفن اهم حاجه فيها، التريكو ديت. ايه رايك في فكره ان انت بعد كده تفتحي مصنع لصناعه المنسوجات؟ دي حاجه كويسه وفكره ممتازه، يعني تفيد بعد كده كتير قوي يعني، وحتى لو في مكان يعني تاني برضك هيفيد، لان هي مش حاجه وحشه، وانا مش مستقليه بالمهنه اللي انا فيها، يعني ان هي حاجه. عجبتني الكلمه قوي، مش مستقليه، يعني انت مش شايفه ان انت بتعملي حاجه اقل؟ لا طبعا، انا احسن من غيري، لان في غيري مش عارف يوصل للي انا فيه، فاهمني؟ فهي انت هتخلصي وتشتغلي. طبعا. لكن غيرك ممكن يستنى بقى الوظيفه على القهوه والجو ده، او تتجوز تقعد في البيت. طبعا. طموح. ربنا يوفقك، وانا بشكرك جدا، شكرا ليك. خليك، شكرا ليك. عندنا تجربة النهاردة مختلفة تماما عن كل التجارب اللي هتشوفوها، تجربة بتثبت ان الخبرة مهمة وكل حاجة، الخبرة في صناعة المنسوجات شيء اساسي، لكن العلم هو المفتاح، لان العلم هو اللي ممكن يوصلنا للتطور في الصناعة، وده ما بيجيش في مرحلة عمرية معينة، يعني ممكن اللي يؤمن بده مش حد صغير في السن، لكن عندنا حد بيشتغل في مجال صناعة المنسوجات من اكتر من 57 سنة، ومع ذلك
قرر انه يكمل تجربه التعليم الفني. مش بس كده، احنا وصلنا النهارده ان هو طالب في الجامعه العماليه، ومقرر ان هو يعمل حاجات كتير قوي لصناعه المنسوجات بفكره وبعلمه النهارده، ان هو ما توقفش عند خبرته، ما توقفش عند حرفته اللي هو متمكن فيها جدا، لا ده كمان النهارده طالب في الجامعه العماليه وقرر ان هو يضيف للصناعه دي عن طريق العلم والخبره. عم محمد نصر، اهلا. صباح الفل. صباح الخير. انا اولا سعيد جدا ان انا معاك النهارده، وأنا لان أسعد والله. انت مثال حي لتجربه مختلفه في مصر عامه. انا اول ما اشوف التجربه دي، فكره ان انت بعد ما يبقى عندك الخبره دي في المجال، خبره وصنعه وافكار موجوده في المجال، قررت ان انت تكمل ده بالتعليم الفني في سن مش صغير. الاول قول لي ازاي جات لك الفكره؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بإيجاز شديد طبعا بحكم خبرتي. كنت دايما بتردد على مدرسة محمد علي الجغرافية قسم نسيج، ده شغلي، فحبيت ان اغير مهنتي على البطاقة، فدخلت اختبار عن طريق القوى العاملة. ما اقتنعتش بيه ايام مدرس اسمه ابراهيم زكي رحمه الله. ما اقنعكش؟ انا ما ارتحتش من جوايا، ارتحتش. لا الاختبار ما ارتحتلوش. فقلت لهم انا عايز اقدم عندكم قسم خدمات، ايه الاوراق المطلوبه؟ رحت رايح في شؤون الطلبه للمدام عزه، طلبت مني اوراق رسميه حكوميه. طبعا تعبت عن كتاب من الوزاره وقدمت عندهم سنه اولى، خلصت اولى قسم خدمات، جيت في ثانيه تخلفت. هتعيد؟ قلت لهم هعيد السنه. رحت عايد السنه، طلعت الدبلوم. طلع عندي مادتين، واحده رياضه والتانية في تخصص. الاستاذ حسن الله يبارك له في قسم الرياضه قال لي انا هساعدك. الاستاذ مينا جاب الله قسم المنسوجات، قلت له عايز اخد عندك درس لوجه الله في الرسم الفني. قال لي تعالى. 3 حصص بالظبط، والرابع قال لي هنقرر يا نستمر يا ما نستمرش. وفضل ربنا استمرت معاه. قبل الامتحان بشهر عطى تمرين حليته، طلع غلط، راح مزعق. ما عملش بس الطلبه يقولوا له مش ايه الالفاظ اللي زعلك انت يا محمد؟ طبعا. وانت عملت ايه في اللحظه دي؟ قلت له حاضر، اطلع بره المكتب وحل التمرين تاني. حاضر. والتزمت باللي هو قاله؟ التزمت. العلم مش غير ربنا سبحانه وتعالى، والتزمت. ولو انا غير اكلم حضرتك تساله قول له محمد. انا مصدق حضرتك، بس انا توقفت شخصيا عند نقطه مهمه قوي دلوقتي. حضرتك في سنك ده وفي مكانتك، انت عندك خبره في المهنه وفي الصنعه، ممكن تكون بتفهم عن ناس كتير موجوده. نظري مش عملي. عملي دي شغلتي انا. شغلتك انت؟ لكن نظري استيعابي فيها ضعيف. طب انت ليه قلت تحط الجانب النظري مع الجانب العملي؟ ليه ما اكتفيتش بالجانب العملي وانت قادر عليه؟ اولا احنا بالنسبه لطبيعه عملنا لازم يبقى في جزء من النظري. لما دخلت مدرسه الجغرافيه حسيت ان النظري برضه له يعني عامل رئيسي في الشغل العملي. فنرجع لموضوعنا مع الاستاذ مينا، اعطاني تمرين لما رجعت حليته. بعد كده عيطت قدامه، قال انت عيطت؟ قلت له انا خايف مجهودك يقع في الارض. قال لا، قال لي مجهودك انت شخصيا. دخلت الامتحان بفضل ربنا جبت 35 من 50. طلعنا على الدبلوم، طلع نفس المادتين، رحت داخل فيهم دور تاني وخلصت، واتعاقدت بالفرقه الاولى الجامعه العماليه. اول سنه كنت مع في المستشفى وقت الامتحان كنت مع عمليه الورم والعياذ بالله. فعدت السنه والسنه كنت مريض كمان لما دخلت في الجامعه؟ المستشفى وقت الامتحان، يعني ما دخلتش خالص. وقت الامتحانات كنت بمتع في المستشفى وخلصت وعدت السنه. والسنه دي في الفرقه الثانيه شغل ميكانيكا انتاج. عم محمد، انت تجربه مختلفه خالص عن اللي انا شفته في مجال التعليم الفني عامه. تجربه انا شخصيا معجب جدا بحماسك. ازاي قادر تحافظ على الحماس ده النهارده في شباب صغير عنده 30 و20 سنه وفقد الحماس ويأس خلاص ومش عايز يكمل اي حاجه؟ انت ازاي قادر تحافظ على الحماس والطاقه اللي انا شايفها دي؟ اللي مش عايز يكمل خلي الزمن يعلمه. الله. بس ملاش كلام تاني. مش عايز يكمل مع الف سلامه، خلي الزمن يعلمه، هيتمرمط.
التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا.